تقول ايه للجمهور؟ بقول يعني احنا ما حدش والله قادرين، يعني احنا منا اللي عندنا كل اللي عندنا يعني يعني في الماتش ما حدش قادرين، ويعني احنا زعلانين ان الجمهور ده طالع ان هو زعلانين نقول كتير ما يفرحش. ما حدش قادرين نقول له يعني هم يعذرونا برضه. وكل الخوف على اللي جاي مش على اللي بعد كده. والله نفس المعنى، ايش هذا؟ احلام نادي الاهلي دايما يعني، وجمهور نادي الاهلي ما بتوقفش، دايما عايزين بطولات، ودايما ان شاء الله باذن الله السنه دي نعمل احسن من السنه الجايه. السنه اللي فاتت انا قلبت قفشه. اللعيبه يعني طبعا انا مش هقول اسامي طبعا. برافو عليك يا حزلقوم، على فكره طول عمرك اصيل. ان شاء الله ربنا يعديها على خير باذن الله، اللي كنتوا الاثنين طبعا دونجا وشلبي لا 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 وكابتن عبد السيد ان شاء الله يعني. لا ما احنا قلنا مفيش داعي للاسماء، انا قلت يعني اقول بس. وفي لعيبه اجنبيه طبعا جامدين جدا. مين اللعيب الاجنبي اللي بهرك يعني قلت ده اضافه؟ الاجنبي فين؟ فينا؟ في الدوري المصري، نادي الاهلي، في الدوري، في الزمالك، يعني مين لعيب قلت ده فعلا لعيب اجنبي؟ جونيور اجاي في الزمالك. ما تعرفش؟ مش متابع؟ مش متابع، بس جونيور حاجه تانية. انا بقول لك ماشي، انا ما اختلفتش، بقول لك وفي الزمالك مين؟ في الزمالك هو في مين في الزمالك؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فرجاني ساسي، اشرف بن شرقي. بس يا كابتن ده مش اجنبي يا كابتن. فندم؟ ده تونس والمغرب. ما هو يعني يعتبر لا مش اجانب، ما بيتكلموش انجليزي دول. ده بيتكلم الاجنبي اللي بيتكلم انجليزي يعني. اطلع بره، اطلع بره. لكن ميسي ما عملش حاجه لمنتخب بلده خالص، اخرهم قدام منتخب السعوديه. منتخب السعوديه او لاعبي السعوديه كانوا افضل منه، افضل من لعيبه منتخب الارجنتين، عشان كده انا بقول لك ميسي مش لعيب دولي. خد التصريح ده مني، اتمنى ان كريستيانو يلعب ماتش المغرب، اتمنى، لان على فرقته، وده هيفوق فرقه المغرب. حبك دايما بعد الاهلي مين؟ بعد الاهلي ربنا سبحانه وتعالى. الطم يا ولاد، الطم يا ولاد، الطم يا ولاد، اعمل ايه؟ برحب بكابتن سيف طبعا، هايلين والله الممتع. انا مش متابع قوي، بس يعني والله العظيم مش متابع، دي مصر يا بس. ما هو انا ببقى غصب عني والله مصري، فمش بمزاج يعني، فاهم؟ ساعات كمان مصر بتحبك لازم تتابع، بس ده منتخبنا ولازم تتابع. ما منتخبنا وكل حاجه بعرف النتيجه اول باول يعني، لازم تتفرج على الماتشات. ما انا بتفرج مش كل الماتشات، بس وعلي جبر وحجازي يعني عاملين ماتش هايل يعني، ماتشات هايله يعني. رايك في اداء منتخبنا في الفترات اللي بتتفرج فيها؟ كويس والله، كويسين والله، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، ربنا يكرمهم. شفت لقاء مصر وتونس النهارده ازاي؟ لا ما شفتوش والله. ما شفتش اللقاء؟ ما اتفرجتش والله. ده زعل؟ لا خالص والله، انا مش ما اتفرجش على الماتش والله، كنت نايم الصراحه. يا راجل. انت كنت فين لحظه اكتشاف المزرعه؟ كنت نايم. كنت نايم. قول يا ناصر، كان حلو قوي انك انت قطعت قبل ياسر ابراهيم وحطيتها، يعني ده بقالكش كام ثانيه في الملعب. ليفاندوسكي. ليفا جول ماركه ليفا ده. ليفا. انت الطول يا ليفا. اقسم بالله احسن باك رايت في التاريخ مصر. باك رايت. يا رب اخر 6 دقائق والهدف يجي في الدقيقه 95 و23 ثانيه، دي رساله واضحه جدا، ويا ريت تعرضوا الصوره وتجيبوا على التوقيت. ممكن حد يقول لي شادي محمد طلع في قناه النادي الاهلي عمال يبالغ قوي، لا مش ببالغ، صدقوني ده جزء من الموضوع، ده جزء من القضيه. المجد فعلا للشهداء، هتعرفوا ليه دلوقتي لما تظهر على الشاشه قدامكم. كان ممكن الهدف يجي في الدقيقه 95 و20 ثانيه، ما كناش هنقول الكلام ده. كان ممكن الهدف يجي في الدقيقه 94 و30 ثانيه، ما كنتش هقول اللي انا هقوله دلوقتي. بصوا الوقت يا جماعه، في الدقيقه 90 يعني 95 و23 ثانيه، اطرحوا ال 23 من ال 95 هتطلع 72، يعني روح الشهداء كانت حاضره. ايه ده؟ شايف ازاي السوبر الافريقي الاهلي والزمالك؟ شايفه ازاي؟ يعني ايه شايفه ازاي؟ مباراة صعبة، مباراة الاهلي افضل 50-50، يعني شايف المباراة ازاي؟ يعني انا من وجهة نظري شايف ان يعني انا مدي 80-50 للاهلي. 80-50 للاهلي. تمام. ما هم 100%، فامشي معايا واحدة واحدة، يعني اقسم ال100 يا صلاح. ما انا هتجلط يا اسماعيل، ما انا هتجلط توقع ومش هتلحقوا تسعفوني يا جماعه مجدي، خلينا نتكلم في الكلام الموضوعي. اتفضل. بس قبل ما نتكلم في الموضوعي انا عايز اسالك سؤالين انت مجدي. اتفضل. يا فندم اتفضل. انت ليه قلعت البنطلون لاحمد مجاهد بس؟
بقى حبيبك دلوقتي؟ والله ما ولا حصل. انت جايبه عشان توراته في خناقه مع حد؟ بس الكلام ده كله ما حصلش يا احمد اهو احمد اهو. طب احلفوا انتوا الاثنين ان انت ما قلعت له البنطلون. والله ما قلعته له. قلعه له ليه؟ هو ما فيش حد في مصر بيقلع بنطلونات. بس ما بيقلعوش في المكتب. لا اقلع ما قلعوش في المكتب. النهارده انت لما تقعد جوه اتحاد كرة القدم في مكتب مقفول عليك بينك وبين اصدقائك 2 أو 3 تتكلم معاهم، انت ما قلعتوش قدام الناس عشان الناس تعايرك. بس هي الفكره كلها انه الموقف ما كانش يتطلب ان يتقلع بنطلون. لا انت ما الا اذا انت لا. دفعت الى هذا التصرف لانه معروف عنك الغضب، وواحد راح يسرب عنك الموقف المعلومه. كان موقف تهريج وهزار. النهارده انت جوه اوضه مغلقه، انت في اوضه النوم وقلعت البنطلون. ايه القضيه يعني؟ اوضه النوم ماشي. طب ايه يعني ايه اوضه النوم يعني اوضه النوم غير المكتب. انت بتتعامل، ما هو المصيبه انك تتعامل بنيه صافيه واللي قدامك بيعاملك بنيه سيئه. طب ما كنتش قلعت يا سيدي يا سلام. يلا بينا. متوقع يقولوا ايه؟ ناصر منسي الاسطوره. تعال نشوف جمهور الزمالك. قالوا ايه علينا دولت. قالوا تاني كلها على بعضها. ايه؟ قولها كلها على بعضها. ناصر منسي بقى الاسطوره. ايه ناصر منسي بقى الاسطوره. وقالوا ايه علينا دولت. قالوا ايه السامع حاجه. الله يخرب بيت الكوره على اللي اخترع الكوره، على اللي دخل لنا الكوره، على اللي بيشتغل في الكوره، ده يتلعنهم كلهم. أزمة الفراخ مع احترامنا الكامل لأزمة الفراخ، هو نادي الزمالك يقل عن الفراخ؟ نادي الزمالك بأبطاله بنجومه بلاعيبته بمجلس إدارته ما يستحقش نظرة زي النظرة اللي الدولة وقفتها مع الفراخ عشان تحل أزمة الفراخ؟ قول لي بقى كواليس الدايفنج في حمام السباحه في معسكر نادي الزمالك بلسان احمد سمير. لا والله امبارح احنا كلنا من اول ما كنا حرانين اولا. ايوه. ثانيا حمام السباحه في الفندق شكله نضيف. ايوه. وكل اللعيبه معانا فلاحين فمحدش بيشوف في البلد الحاجات دي. فهو اول ما شافوا المايه نضيفه وبعدهم كتير ما استحموش فقال كله استحم. فقلت لهم يقلعوا عشان تنضفوا محدش قلع فمحدش ندم. معروف عايز يقول كلمه لخالد قمر. يلا معروف. معروف. كلمه للكابتن خالد قمر. خالد عمر حبيبي حبيبي يا بدوده حبيبي. خالد عمر فلاح كله طنطا فلاح. لا انا من طنطا معروف. انا من طنطا جود معروف. احسن ناس بتوع طنطا معروف. ايوه انت طنطا كويس. طنطا خالد عمر فلاح قوي كبير فلاح. فلاح. شكرا انا بشكركم جميعا.